تقرر الأمر على هذا النحو. هنا في الهيئة الأممية حيث يتجمع العالم، قدمت ليبيا مشروعها باعتماد يوم عالمي لكرة القدم، والذي يصادف يوم 25 من مايو من كل عام، ليحتفل العالم في كل عام بمعشوقة الشعوب. كرة القدم ليست مجرد لعبة، بل تلعبها جميع الفئات العمرية في الشوارع وفي القرى، في المدارس والساحات والملاعب، من أجل الاستمتاع وللمنافسة. وكذلك هي أكبر لغة مشتركة يتحدث فيها سكان العالم. مشروع القرار الذي قدمه مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني تبنته الجمعية العامة، حيث صوتت عليه أكثر من 160 دولة. ولما لكرة القدم من أهمية التي جعلت الشعوب تعتز بهويتها الوطنية عندما تلعب منتخباتها الوطنية، لتبتعد عن الاختلافات السياسية والاجتماعية والثقافية. وهي شغف مشترك يوحد الشعوب وتضفي طابعا من الزهو والفخر الوطنيين ومجتمع. وكرة القدم تسمو فوق دورها كمجرد رياضة من الرياضات، وثمة طاقات كامنة واحتمالات كبيرة بأن تكون عالما موحدا شاملا. المقترح الليبي جرى تقديمه صحبة 15 دولة، جاء فيه اختيار اليوم 25 من مايو يوما عالميا لمصادفته تنظيم أول بطولة عالمية لكرة القدم بتمثيل جميع قارات العالم بدورة الألعاب الأولمبية بباريس عام 1924.